أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. انا في الحقيقه شايفه في ترند كده الايام دي. في شيفات بيعملوا الدهنه وبيحولوها لسمنه بلدي، فانا بيني وبينكم قلت اجرب. كان عندي منديل شمبري، او زي ما حبايبي القهرويه بيقولوا كندوز. كان عندي في التلاجة. المنديل ده عباره عن ايه؟ عبارة يعني شكله زي حتة قماش كبيرة كده وفيها دهن كتير، هو ده المنديل. بس المنديل الشمبري ما بيتعملش طرب زي الضاني، لأنه بيختلف عنه، ما ينفعش يتعمل طرب. احنا عارفين ان المنديل الضاني لما بيتعمل طرب بيبقى طعمه تحفة، فده ملهوش علاقة بده خالص، عشان ما تجسفيش وتعملي هيبوظ لك الوصفة. تمام، فبالتالي بقى قلت ايه، اجرب كده واشوف نفع ما نفعش يبقى ما خسرناش حاجه. فكان مركون في التلاجة، رحت مطلعاه وغسلاه ومقطعاه زي ما انتم شايفين كده، وقلت اجرب الوصفه دي ونشوف إيه يلا بينا بقى نشوفوا هنعمل ايه، هيتعمل ازاي، ونشوفوا النتيجه ايه. انا هنا حطيته على البوتاجاز. انتوا عارفين ان انا بحب اسيح في الالومنيوم زي السمنه. حطيته بقى في حله، هو مالي الحله اهو. انا في الحقيقه ما وزنتهوش، بس هو يجيله حوالي 3 4 كيلو تقريبا يعني. وهيبتدي بقى يسيح ويهدى. هو كل ما بيسيح كل ما بيقل في الحله. ادخله بقى كده لتحت كده في الماده الدهنيه اللي ساحت فيه، وابتدي بقى اسيح. وهنزل عليه بقى ببطايه ببطاطا ببطاطسايه ايوه مظبوط كده، بطاطسايه. قشرتها وغسلتها ونشفتها ونزلت بيها على الدهن. ليه؟ البطاطس يا حبايبي بتسحب اي ريحه مش حلوه. وانتوا عارفين بقى يعني فواكه المذبح يعني بتبقى ريحتها مش قوي. فحطيت البطاطسايه دي، قلتها صح اهو، عشان تسحب اي ريحه مش مستحبه. وبالمناسبه بقى هقول لكم على معلومه. البطاطس لما يكون عندك سمنة بلدي خززت شوية أحيانا بناتي بيشتكوا إن السمنة البلدي خززت. هتسيحيها على النار وحطي معاها بطاطساية وحطيها في البرطمان، هتضيع منك الخزازة اللي في السمنة. بس كده على مهله خالص، إنما هنسيبه على مهله شوية. وفي معلومة حلوة تاني هقولها لك عن الدهن. في الستات اللي بتروح عمرة أو حج، وبياخدوا معاهم يعني أكلات من هنا، وجبات معاهم، بيسيحوا الدهن ده وبيشوحوا اللحمة من غير مية كده ولا حاجة، بينشفوها خالص وبيحطوها في الدهن ده. هو بعد ما بيصفوه من الأجزاء البيضة دي، وبيحفظوا فيه اللحمة وبياخدوها معاهم يرجعوا يطبخوها هناك تاني. انا شايفاها بتبقى فكرة ناجحة وحلوة. انا ما جربتهاش بس شفتها، بالامانة بتبقى حلوة وبتحفظ اللحمة. بس ضروري تكون اللحمة الاول متنشفة كويس. وانا شوحتها على القناة وهحط لك اللينك بتاعها. ونزلت بكيلو لبن اهو. اللبن ده انا غليته وسبته يبرد، حطيته كده بالقشطة بتاعته كله. وبالنسبة للحمة اللي قلت لكم بيحطوها في الدهن، بيكون الدهن وصل للمرحلة اللي انتوا شفتوها دي، كان يبقى صح خالص وتحمر عشان ما يبص منك، عشان بيبقى نشفت منه كل المية زي السمن البلدي. وفي كمان انا كنت عامله لكم السمن الفلاحي البلدي، كانت وصفة ناجحة وجميلة جدا. هنزل لكم اللينك بتاعها، وهنزل لكم اللينك بتاع اللحمة المشوحة في صندوق الوصف. ارجو ان انتوا النهارده ما تجروش الفيديو وتتابعوه للاخر، عشان هتعرفوا معلومات مهمه قوي عن الوصفه اللي احنا بنعملها. وكل ما بقلب الدهن
يبتدي يتقل، بياخد قوام السمنة كده، هتشوفوه دلوقتي. وفي معلومة برضه عايزة اقول لكم عليها، لو عايزة بعد ما الدهن يحمر تصفي منه الاجزاء الصلبة اللي فيه، الدهن الصلب ده اللي اتحمر ونشف، لو عايزة تصفيه بمصفى الاول قبل ما تحطي اللبن مفيش مشكلة. وشايفة في بيعملوه بالهاند بلندر، مفيش داعي يعني، الموضوع مش مستاهل. وفي برضو معلومة، بشوف ناس بتحط كوباية زيت مع الدهن وهو بيسيح، ملهاش اي لازمة. انتوا عارفين كتر غليان الزيت مش مستحب وبيهدرج، فاحنا خلينا في المكونات الطبيعية بتاعتنا، وهي كده كده بتنزل نسبة دهون كتير جدا، ملهاش اي لازمة كوباية الزيت. وبقلبه بقى، وكل ما عمال يتقل، بصوا بيغلي، انا بقيت ايه عماله اعلي النار شويه واوطي شويه، بس وانا ايه اخده بالي منه عشان ايه ممكن يفور. وطبعا انا عاملاه في حله واسعه. اقلب بقى كده ونشوفوا النتيجه ايه بتاعت الترند اللي مالي اليوتيوب ده. شايفين الاجزاء اللي جوه اهي، وبقلب برضو. وفي حاجه، انا اول ما حطيت الدهن على البوتاجاز نزلت بمعلقة صغيرة فلفل اسود، ونزلت بمعلقة صغيرة ملح عشان الدهن يرمل كده زي السمن البلدي. بقى كده بصوا ابتدت تبقى ايه شبه السمنة البلدي اهي، شايفينها؟ ابتدت بقى إيه تاخد شكل السمنة البلدي كده، واللبن خلاص اختفى من الدهن، وابتدت بقى تحمر اهي. شايفه بقت شبه السمن البلدي بالظبط، والحروف بتاعت الحله احمرت، بقت واخده لون ذهبي كده. كده ايه الدهن بتاعي استوى، واطفي عليه. انا سبتها بقى بردت كده، واحنا دلوقتي الجو برد. اظن بقى انتوا شايفينها كده سمنه بلدي فوق الممتازه، لكن للاسف طعمها غير شكلها خالص خالص خالص. مسكت خالص شبه الجبس، بجد حقيقي يعني هي وصفة مش حلوة. لو انت بقى متعودة تسيحي دهنة وتطبخي بيها، هو اللبن هيحسن منها شوية، انما هي ملهاش علاقة خالص بالسمن البلدي، خالص خالص خالص. ف يعني ما تجربوش الوصفة دي على اساس ان انتوا تلاقوا سمن بلدي، لا، ما فيش الكلام ده. هي دهن عادي خالص. ولاحظت بقى ان لما بيمسك بيجلمط قوي قوي، يعني لو طبختي بيه هيجلمط لك الطبيخ، صدقوني زي ما بقول لكم. يا رب اكون قدرت افيدكم بالمعلومات دي، عشان ما تشتريش وتكلفي نفسك وانتوا عارفين الخامات بقت غالية. استودعكم الله، واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.